السلام عليكم، ازيكم؟ معاكم فاطمة ابراهيم. النهاردة هنعمل فطاير شم النسيم او وردات شم النسيم بطريقة حلوة جدا وطعم تحفة. نفسي تجربوا قوي الوصفة دي لان فعلا حلوة قوي. تعالوا نشوف الطريقة مع بعض وان شاء الله تعجبكم. اول حاجة هنجيب كوبايتين لبن، هنحط عليهم معلقة كبيرة خميرة ومعلقة كبيرة سكر وهنقلبهم مع بعض كويس وهنسيبهم على جنب لغاية الخميرة ما تبدأ تخمر. طبعا ممكن نستعمل لبن بس او يبقى كوباية لبن على كوباية مية، بس الافضل يبقى لبن صافي. هنبدأ نعمل المكونات الجافة دلوقتي. هنجيب بولة كبيرة وهنحط فيها 4 كوبايات دقيق. طبعا يفضل ان يبقى دقيق مخبوزات او يبقى دقيق لجميع الاستخدامات، وهنحط معاهم معلقة صغيرة ملح وهنقلبهم مع بعض الاتنين كويس، ونبدأ ننزل عليهم بالتدريج باللبن اللي حطينا فيه الخميرة والسكر. طبعا شايفين الخميرة دلوقتي بدأت اهي تنشط. الاختبار ده دايما مهم جدا ان احنا نعمل الخميرة الاول علشان نتأكد ان هي فعالة كويس. هنبدأ نحط كده المكونات بتاعتنا بالتدريج ونبقى بنقلبهم كده في المكونات الجافة اللي هو الدقيق والملح لغاية الدقيق ما يبدأ يشرب كويس من اللبن. بعد كده هننزل عليهم ببيضة. البيضة تكون بدرجة حرارة الغرفة مطلعينها بره التلاجة، وهنحط برضو معلقتين كبار زبدة برضو تكون بدرجة حرارة الغرفة او تكون طرية كده بالشكل ده. واحنا عايزين زبدة مش سمنة، الزبدة بتدي نتيجة حلوة جدا في المعجنات، بتخليها طرية قوي. هنقلب كده العجين بتاعنا لغاية ما يوصل للشكل ده، ونبدأ كده نعجن فيه بالراحة في ايدينا. العجين ده بيبقى ملزق شوية، مش بيبقى متماسك جامد، هو ده الصح بتاعه. اني بصوا يبقى بالشكل ده كده، بيبقى ملزق شوية وبيبقى كده سايب في ايدينا. ما نقلقش، هو كده تمام. هنغطيه وهنسيبه لغاية ما يخمر. هنسيبه حوالي ساعة الا ربع او ساعة، ونبدأ نعمل بقى الجبنة اللي احنا هنحشيه بيها. ممكن نستعمل اي نوع جبنة احنا عاوزينه. انا مستعملة كريمة تشيز، ممكن نستعمل جبنة فتة او جبنة مثلثات اللي موجود عندنا. هنحط عليهم معلقتين كبار بقدونس مفرومة ومعلقة كبيرة من الزعتر الناشف او الدقة بتبقى روعة، وهنحط عليها كمان معلقة كبيرة من النعناع المفروم. النعناع طبعا يفضل يبقى فريش، لو مش موجود فريش هنحط نعناع ناشف، بس النعناع الفريش هنا هيفرق جامد جدا. هنسيب بقى الحشوة بتاعتنا دي على جنب ونروح للعجين بتاعنا. فات دلوقتي ساعة، هنبدأ بقى نستعمله. هنطلع العجين بتاعنا من الطبق وهنرش كده على الكاونتر شوية دقيق كده صغيرين، علشان العجينة دي بتبقى بتلزق شوية، فلازم دايما نرش لها دقيق. هننزل عليه كده العجين بتاعنا ونبدأ برضو كده نحط عليه شوية دقيق من على الوش، حاجات بسيطة مش كتير قوي. هنفرده بس كده الأول بالدقيق بالشكل ده. والعجينة دي من أكتر المعجنات اللي هتلاقوها ناعمة في ايديكم وطرية جدا، بيبقى ملمسها حلو قوي. هنحط برضو شوية دقيق زيادة كمان، وهنبدأ ان احنا نبططها كده علشان نبدأ نقسمها، وهنبدأ نعملها مثلثات كده بالشكل ده علشان نطلع في الاخر 16 قطعة. هنعمل كده اول نصين، وكل نص نبدأ برضو نقسمه بالشكل ده، وبعد كده كل مثلث برضو هنقسمه على 2 علشان زي ما قلتلكوا عاوزين نطلع من دول 16 قطعة، وعاوزين نخليهم متساويين كلهم يبقوا قد بعض. فدي احسن طريقة ان احنا نعرف نظبط العجين ان كله يبقى نفس الحجم بالظبط. هنخلص كده الكمية بتاعتنا نقطعهم كلهم، وبرضه نديله رشة دقيق خفيفة، ونبدأ ناخد كل مثلث كده لوحده. هنبدأ ان احنا نعمله على شكل كورة كده بالشكل ده. نبدأ بايدينا كده نكوره كويس ونسيب كل واحد على جنب، وبرضه نرش تحتيه شوية دقيق علشان ما يلزقش على الكاونتر بتاعنا. هنقسمهم كلهم لغاية ما نخلص الكمية بتاعتنا بالشكل ده كده. بعد كده هنمسك كل كورة ونبدأ ان احنا نعمل لها الشكل بتاعها. هنرش برضو دايما دقيق، حاجة بسيطة جدا زي ما قلتلكم، ما نكترش الدقيق خالص، بس علشان زي ما قلتلكم برضو ان العجينة دي بتلزق شوية. هنبدأ نفرد كده اول قطعة، هيبقى بصوابعنا كده بس بنضغط عليها هنلاقيها بتتفرد معانا بسهولة خالص. وهنحط عليها الحشوة بتاعتنا. طبعا ريحة الجبنة مع الزعتر والنعناع والبقدونس جبارة ملهاش حل. هنبدأ برضو بظهر المعلقة كده نفردها على العجين علشان بعد كده يبقى واخد الشكل كله. هنقوم قافلين اول جنبين على بعض زي ما بنعمل كده القطايف مثلا. اول جنبين اهو اتقفلوا، ونقوم مطبقينها كمان من الشمال لليمين بالطريقة دي،
ونقفلها من تحت كويس بالشكل ده كده. ادي اهو بقى شكل الوردة معانا. هنفضل بقى نكرر الموضوع ده. شايفين سهل خالص، بس نظبطها كده بالراحة ونسيبها على جنب، ونعمل تاني واحدة برضو علشان تشوفوها كويس. هنبدأ زي ما قلتلكوا كده ان احنا نفردها كده بصوابعنا لغاية ما تتفرد معانا بالشكل ده، ونحط عليها الحشوة بتاعتنا. برضو ممكن على فكرة ان احنا نستبدل الجبنة بشوية زبدة، بس بالجبنة كده طعمها برضو حلو قوي. هنفرد الحشوة بتاعتنا كده بالراحة على العجين بتاعنا، وهنقوم قافلينها اول قفلة بالشكل ده. وناخد بالنا لما نقفلها احنا مش عايزين نقفلها من فوق، عاوزين نسيبها مفتوحة، احنا بس بنفرد فيها الجبنة كويس، وبنمسك برضو الحرف ده نحطه على الحرف التاني. برضو مش عايزين نقفلها من فوق زي ما قلتلكوا علشان تبقى مفتحة كده ومورقة معانا، عايزين بس من تحت كده ان احنا نقفلها كويس علشان ما تفتحش بعد كده في الفرن. ونظبط شكلها كده بالراحة، ونسيبها برضو على جنب لغاية ما نخلص الكميات بتاعتنا كلها. بعد كده هنجيب صينية يبقى عليها ورقة زبدة. ورقة الزبدة هنا برضو معانا مهمة، بس لو مش موجودة هندهن الصينية بتاعتنا كويس قوي، وهنبدأ نرص عليها العجين. مهم جدا واحنا بنرص العجين بتاعنا ان احنا نسيب مسافة بين كل قطعة والتانية. ممكن المسافة دي برضو ان احنا نحط صباعنا كده ما بينهم علشان نتأكد ان المسافة مظبوطة بين كل واحدة والتانية. هنبدأ كده نظبطه برضو بالراحة خالص. بعد ما هنخلص كده اول دايرة معانا، هنبدأ برضو نعمل من النص 4 بالشكل ده. برضو هنسيب مسافة كده كويسة بين كل واحدة والتانية بالطريقة دي. مهم قوي ان احنا نسيب مسافة علشان ما يدخلوش كلهم في بعض. احنا هنحطهم في النص بس هو اللي احنا هنقربهم من بعض شوية، ونبدأ ان احنا نظبط كل قطعة فيهم كده بالطريقة دي. نحاول برضو ان احنا من تحت نقفلهم كويس جدا، وننزل بيهم كده ونظبط شكلهم كويس علشان يبقى شكلهم حلو. هنغطي برضو العجين بتاعنا وهنسيبه نص ساعة كمان لغاية ما يخمر كده ويتضاعف حجمه. والحتة دي مهمة جدا، لازم نسيبه كمان نص ساعة يخمر، ما نستعجلش عليه. هنجيب بعد كده صفار بيضة وهنحط عليها شوية بقدونس كده مفرومة، دي اختياري بس علشان نديله وش كده حلو للعجين بتاعنا لما يستوي. وهنحط عليهم شوية لبن صغيرين، نقلبهم مع بعض كويس قوي، وهناخدهم بقى ندهن بيهم الفطيرة بتاعتنا بعد ما بتبقى خلاص خمرت. وشايفين بقى دلوقتي اهي تضاعف حجمها زي ما قلتلكوا، ولزقوا بقى دلوقتي في بعض. علشان كده كنت عمالة اكد عليكم ان احنا لازم نسيب مسافة ما بينهم، بس مش مسافة كبيرة قوي. برضو ممكن ان احنا نحط صباعنا كده نقيس بين كل واحدة والتانية، هيبقى مقاس حلو قوي. هنبدأ بقى ندهن الفطاير بتاعتنا بصفار البيضة وشوية اللبن والبقدونس، دول بقى بيديله لون كده محمر شوية وبيخلي شكله حلو جدا. هندهنهم كده كلهم بالراحة، بس نخلي بالنا كده نبقى بالراحة بالفرشة بتاعتنا جدا علشان ما نبوظش شكلهم، لان العجين ده بيبقى طري قوي. هندخله بعد كده الفرن هيكون سخن وعلى الهادي على درجة حرارة 180 لغاية كده ما يحمر ويستوي وياخد لون بالشكل ده. بتبقى ريحته والله وهم، انا فعلا نفسي ان انتوا تجربوها قوي. هنسيبه كده يهدى شوية صغيرة، وهنشيله بورقة الزبدة علشان ننقله لطبق تاني. وطبعا ممكن ما ننقلهاش من الصينية ونسيبها زي ما هي، بس يعني ان احنا ننقلها كده لطبق شكله حلو اكيد بتبقى احلى، لان شكلها بيبقى لذيذ قوي. فنبهرهم بقى كمان كده بتقديم كويس. ونسحب كده ورقة الزبدة بتاعتنا بالراحة خالص من تحت الفطيرة بتاعتنا زي ما قلتلكم. ممكن ان احنا ما نحطهاش بس علشان نتأكد ان ما تلزقش فيها، وتعبنا ده يروح على الفاضي. فيا اما صينية نتأكد ان هي مش بتلزق وندهنها كويس قوي بالزبدة، او نستعمل ورق الزبدة بتاعنا. هنبدأ بقى ان احنا نقطع كده كل قطعة لوحدها، بيتشال كده بسهولة. هي قريبة شوية من خلية النحل بس بطريقة مختلفة، بتبقى بقى من جوه هشة جدا وطعمها حلو قوي. انا بقى مشكلتي في الحاجات اللي فيها روايح دي ان اخويا بينزل لي جري وبيبقى ولا عايزني اصور ولا اعمل حاجة، عايز ياكل وخلاص. طبعا ايده انتوا حفظتوها، كان في فيديو الممبار بيحرقني في الزيت، وفي فيديو التلج بيضربني انا وابني، يعني عايش علشان يعذبنا. انا كنت ناوية ما اكلوش بس يلا صعب عليا وقلت اسامحه. انتوا كمان بقى جربوها لاني فعلا حلوة جدا. وبعتذر جدا اني ما قدرتش اعمل فيديوهات السردين والفسيخ والملوحة اللي كنتوا طالبينهم مني. انا فعلا بعتذر قوي، كان غصب عني. بس ادخلوا على قناة ندى فاروق هتلاقوها عاملاهم بطريقة حلوة قوي، وفعلا هتعجبكم جدا. وعلى ضمانتي انا الفسيخ بتاعها ملوش حل. انا بقى بصالحكم بوردة شم النسيم دي، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ولو عجبكم الفيديو بليز اعملوا له لايك وشير وكومنت، وما تنسوش تشتركوا في قناة اليوتيوب
وتفعلوا الجرس. شكرا.